بالبتنجان المخلل. هنعمله ازاي مع بعض؟ هنا معايا كيلو من البتنجان زي ما انتم شايفين كده. هتجيبي الحجم ده، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، بحيث ان هو يبقى ايه يعني ما يبقاش صغير قوي زي مثلا دي كده، دي مش هيبقى فيها لحمه قوي. فجيبيها الحجم ده كده، تكون الحجم بتاعها كويس عشان ايه يبقى فيها لحم. هنبدا ايه نقشره بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. هنشيل دي كده تمام، وهتسيبيها مقفوله زي ما هي، وهنقشرها كده، مش هنقسمها نصين، هنعملها بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. يبقى هتسيبي البتنجانيه مقفوله، وهنقشرها من هنا ومن هنا، وهتبداي ايه تعملي فيها فتحه صغيره كده واحنا بنقليها عشان تستوي معانا من جوه. هتفتحيها فتحه صغيره كده عشان تستوي معانا واحنا بنقليها من جوه. وبعد كده هنكبر لما تتقلي، هنكبر الفتحه شويه عشان هنحشيها بالخلطه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. هنشوف عملناها ازاي، يلا بينا نشوف. هنا بقى جبت طاسه على الزيت، جبت طاسه على النار وحطيت فيها الزيت، وهنبدا ننزل بالبتنجان واحده واحده كده. هنا بقى هجيب معايا كبه وهنزل بيها فيها بحبه من التوم حلوين. يبقى احنا كده نزلنا بالثوم. وبعد كده هجيب معايا فلفل اخضر او احمر المتوفر عندك، حامي او بارد. وبعد كده هنزل ايه بحبه فلفل كده في الكبه برضو تمام. وبعد كده هنزل بكمون وملح بس، وحبه من الكزبره، وهضربهم في الخلاط. وبعد كده هرجع لكم تاني. هنا هننزل بالملح. الملح بقى ايه حسب الرغبه ظبطيه. وبعد كده حبه من الكمون، وبعدين حبه من الكزبره. جبنا طاسه على النار وجبنا حبه زيت من اللي احنا قالين بيهم عادي جدا. وبعد كده هنجيب الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه اهي. هنا اصلا معانا زيت سخن، احنا خدنا حبه زيت سخن مكان ما قلينا البتنجان اهوت. وبعد كده نزلنا في الطاسه زي ما انتم شايفين. دي الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه، اللي هي فلفل احمر وفلفل اخضر حراق او رومي عادي زي ما تحبي، وكمون وكزبره وملح اهيت. وبعد كده هبدا اشوحها شويه. في ناس بتحط الخلطه دي على طول على البتنجان بعد ما بتقلي، لا انا بحب اديها تشويحه، بتديها طعم حلو ونفس حلو، وفي نفس الوقت البتنجان بيبقى يعني الخلطه دي بتبقى مستويه، فما بتتعبش القولون، ما بتتعبش المعده، ما بتعملش التوم، ما بيعملش انتفاخ كده يعني اهي. ببدا اشوح فيها كويس كده شويه لغايه ما تدبل معايا شويه. اكون مقطعه طماطم صغيره هوريها لكم دلوقتي كانك مقطعه سلطه 2 طماطميتين بس اهي. معايا طماطميتين متقطعين صغيرين كانك مقطعه سلطه اهي بالشكل ده كده. هستنى بس لغايه ما الفلفل والثوم يتبلوا معايا شويه، وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم. هسبكها معاها برده شويه كده 10 دقايق واطفي عليها النار. بعد كده نحشي بيها الايه البتنجان. دي عندنا بقى المقبلات، يعني البتنجان دوت بنعمله جنب الملوخيه، جنب اي اكل حلو قوي يفتح النفس، جنب فطار كده. هنا خلاص بقى كان دبل معايا شويه واتشوح معايا. وبعد كده هنزل بالطماطم هشوحهم برده مع بعض كده 10 دقايق زي ما انا قلت لكم. وبعد كده هنطفي عليها وتعالوا معايا بقى نشوف عشان نحشي البتنجان. وعامله كمان بقى مع البتنجان ملوخيه. وبصوا بقى احلى طشه، احلى طشه ملوخيه. بصوا الجمال، بصوا الجمال. احلى طشه ملوخيه. بصوا الملوخيه الخضراء وتحفه. بصوا هنا خلاص بقى خلصت البتنجان قليته وفتحته زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بصوا الشكل تحفه. يلا بينا بقى نشوف الخلطه اهي. بصوا بصوا الخلطه، الخلطه لونها تحفه اهي، وريحتها بقى مش قادره اوصف لكم الريحه. يلا بينا بقى ايه نحشي البتنجان كده مع بعض. هبدا اخد من الخلطه. انا طبعا فتحت البتنجان اهو. هبدا ايه احط كده اهو بالشكل ده كده. الريحه يا جماعه خطيره، جربوه جميل جدا هيعجبكم، وهتعملوه هتعتمدوه في كل الاكلات بتاعتكم اهو. بصوا كده بحشيه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. هخلصه وارجع لكم تاني. بصوا بقى البتنجان والجمال والحلاوه. وبصوا بصوا بعد ما خلصنا اهو خطير، جربوه مش هتندموا ان شاء الله، باذن الله هيعجبكم.
وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتتكوا على القلب الاحمر وتشتركوا. بصوا خطير خطير.